لو انت زي حالاتي لقيت نفسك مهتم ب100 حاجة وبتعرف تعمل 100 حاجة، فانت مش ببالين ومش كداب والكلام ده، انت مالتي بوتنشالايت. مالتي ايه؟ بقولك مالتي. تعال اشرح لك. في الطبيعي كبرنا على فكرة اننا لازم نركز على حاجة واحدة بس، ولو ركزنا مع اكتر من حاجة فاحنا كده بنشتت نفسنا ومش هنقدر ننجح. بس ساعات جيت لقيت نفسك مهتم باكتر من حاجة وشاطر في الكام حاجة دول، فبنسبة كبيرة هيجي في دماغك الصوت القديم بتاع أنا لازم أركز في حاجة واحدة بس علشان ما شتتش نفسي وعشان أقدر أنجح. وده كان التفكير الوحيد لحد ما الله يبارك لها إيميلي وابنك جت بمصطلح اسمه مالتي بوتنشالايت. وده الشخص اللي بيبقى مهتم في أكتر من حاجة وشاطر فيهم. أيوة، هو ده بوبالين. إيميلي قالت إن المالتي بوتنشالايت ده بيبقى فيه 3 حاجات بتميزه. واحد، إنه قادر يدمج أي مجال بمجال تاني، والنقطة دي هنجيلها بعدين. تاني حاجة، عندهم سرعة رهيبة في التعلم. تالت حاجة، عندهم سرعة كبيرة في التأقلم